السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا إن شاء الله غاية مع هذا رمضان. اليوم فيها بورك، شوربة، نتوما كيفاش راكم دايرين فيها؟ كاش أطباق جديدة؟ عرفوا أن اللحم من نقلوه ينشف، فغادي ندير له بالبيشاميل والفرماج. بيشاميل نديرها بالفرماج ونديرها ونخلطها معاه باه تجي على طريقة الأعراس. هذه الأول مرة غادي نديرها باه يجي نقدر نديرها غير هو اللحم والفرماج. اليوم غادي نخدم لها بيشاميل بالفرماج ونخلطه باه يجي كيما نقولوا موالو معسل من الداخل. الفارينة والدهان، ها هي بيشاميل، وغادي نزيد دروك الفرماج كمية مليحة باه يجي شباب ونخلط. فوالا غادي نخلط ها هو اللي خدمت الخليط. هاهي جات لافاغ شابة وجات معسلة وميمطون فاني تجي زاكية، وبالرغم ان البورك تاعي ما ينتحش بصح نبغي ندير هذه لاكول اليمونتير الفارينة بالماء باه يعطيها داك يجي البورك كروستيون، يجي قاصح ويجي هكا كروستيون، يجي شباب. لا تقبضوا الحبة منا هكا، ثنوها هنايا من الفوق وندورو هكا لافاغس. فضلت باه نوريلكم هكا كيما هكا، فوالا وندورو هكا كما قلت لكم. هذه لاكول اليمونتير هكا باش ما ينتحل ويجي فاني شباب كروستيون. فوالا هذه كيما هكا بهذه الطريقه ويجي يجوا كاع كيف كيف. صحة فطوركم.